السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كروشي أيوب. اليوم إن شاء الله راح نخدم معكم أنا هذه البندانة، طلبتوها مني بزاف وكذلك كانت عندي طلبية حبيت نخدمها ونشاركها معكم، يعني باش تستفادوا منها وكذلك للمبتدئات اللي حابين يخدموها، كذلك تجيكم مشروع كذلك مليح مليح بزاف اللي حاب ديري المشاريع المليحة تكون بهذه الأشياء البسيطة وأشياء الصغيرة، يعني ما تكلفش بزاف ولكن يكون الثمن تاعها مليح. انا البوندانه هذه زينتها كذلك بالورود، شوفوا معايا الشكل. طريقه هنا في التزيين اختياريه، كل وحده كيفاش تحب الطريقه تاعها. تبعوا معايا الفيديو حتى النهايه باش تشوفوا كامل التفاصيل اللي خدمت بها انا هذه البوندانه، وكذلك كامل الخطوات اللي درتها، وكذلك كيفاش نخدموا هذه الورده الجميله. قبل ما نبدا الفيديو تاعي صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. الادوات اللي نحتاجوهم باش نخدموا البوندانه، نحتاج انا خيط القطن، القطن هذا خيط الكوطون، شوفوا الاخر تاعو الاسم تاعو ازور، رقم الخيط هذا رقم 5. هاوليك، يعني تقدروا تخدموا باي نوع خيط لكن لازم يكون قطن، يعني يكون قطن باش تجيكم البوندانه تاعكم تجيكم خفيفه ما تجيكمش خشينه، وما ديروش الخيط على اثنين لان كي ديروا الخيط على اثنين راح تجيكم خشينه. انا نفضل ديروها على واحد باش تجيكم خفيفه لانها صيفيه، ما لازمش تكون حاجه ثقيله كي تلبسي، علاش؟ لانك راح تسخني في فصل الصيف، يعني تسخني بالخف. لهذا نحب انا نديرها على واحد، يعني تجي خفيفه تزيديها فوق الراس فقط. كاين كذلك خيوط تركيه اللي يحب يخدم بها، قطن كذلك، كوطون. وهذه خيوط محليه، كاين عده اسامي وعده ماركات تقدري تستعملي منها اللي حبيتي. كاين كوبات صغيره، كوبات هذه الكبار، يعني اختيار يعود لك، المهم يكون خيط القطن باش تخدمي بها. كذلك تقدري كيما العرائس تقدري تخدميها بخيط الحرير اللي يخدموا به صدور كروشي. خيط الحرير هذاك تجي فيه اللمعه، يعني مليح للحرائس اللي يحبوا يدوا معاهم البوندانات، يعني يقدروا يخدموا بخيط الحرير. نحتاج كذلك كروشي رقم 1.70 ملم، نحتاج هذه الكرات الصغيره نزينوا بهم، ونحتاج كذلك المقص. راح نبدا العمل تاعي على بركه الله. على بركة الله راح نبدا العمل تاعي. الان واش راح نديرو؟ راح ندير اول حاجه نديرو الدائره السحريه. هكذا نسحب الخيط تاعي وندير غرزه واحده، وهذه تعتبر الغرزه الاولى. من بعد نرتفع بسلسلتين يولوا عندي 3، نلف الخيط على الكروشيه ندخل داخل دائره وندير عمود بلفه، نزيد كذلك العمود الثاني، هكذا ولاو عندي 3 أعمدة مع سلاسل الارتفاع. ندير سلسلة واحدة، نزيد داخل الدائرة نزيد نخدم كذلك 3 أعمدة بلفة، 1 2 والعمود الثالث. نزيد كذلك سلسلة واحدة، نزيد نلف الخيط نزيد نخدم كذلك 3 أعمدة بلفة، 1 2 والعمود الثالث. هكذا تحصلوا على هذا الشكل. الان نسحب الخيط تاعي، يعني نغلق الدائره مليح نزير عليها، تحصلوا على هذا الشكل. الان واش راح ندير؟ راح نرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3. نلف العمل تاعي نروح لهنا، شوفوا هنا معايا للمكان هذا اللي كنت درت فيه السلسله، يعني الفراغ هذا نخلي 3 أعمدة، 1 2 3. في الفراغ هذا تاع السلسله نخدم لداخل 3 أعمدة بلفه، 1 2 3. سلسلة واحدة نزيد في نفس المكان 3 أعمدة بلفة، يعني نخدم صدفة متكونة من 3 أعمدة بلفة، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة. نتحصلوا على هذا الشكل. الآن نخدم 3 سلاسل، يعني نفصل الآن بين الصدفة هذه والصدفة اللي حنزيد نخدمها الآن، نديروا 3 سلاسل. الآن هنا داخل الفراغ هذا تاع الصدفة هذا الثانية ندير كذلك 3 أعمدة بلفة، هكذا سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان، هكذا نتحصلوا على هذا الشكل. شوفوا معايا الشكل تاعي. الآن نزيد نرتفع بثلاث سلاسل، هكذا نقلب العمل تاعي، نخليها 3 أعمدة، نروح للفراغ هذا تاع السلسلة اللي كنت درته في الوسط، نزيد نخدم فيه صدفة متكونة من 3 أعمدة بلفة، هكذا سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان. هنا بين الثلاث الأعمدة والثلاث أعمدة نعود نخليو سلسلة واحدة فقط،
هكذا نتحصلوا على هذا الشكل. الآن نخدم 3 سلاسل هكذا، نروح هنا مباشرة فوق الثلاث سلاسل هذو اللي درتهم ندير غرزة حشو هكذا، 3 سلاسل كذلك هكذا، نلف الخيط على الكروشي، نزيد نروح للصدفة هذه نخدم فيها صدفة متكونة من 3 أعمدة بلفة هكذا، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان. يعني أسهل بوندانة تقدروا تخدموها كذلك، وكذلك تقدروا تعتبروها مشروع تبداو به خصوصا للمبتدئات، يعني المشاريع اللي تمشي بزاف المشاريع هذه الصغيرة. شوفوا معايا الشكل تاعي كيفاش جا، هاوليك. الآن نرتفع بثلاث سلاسل كذلك، نقلب العمل تاعي، نروح لداخل الفراغ هذا تاع الصدفة، نخلي 3 أعمدة، نروح للفراغ هذا نخدم فيه 3 أعمدة بلفة، يعني نزيد نكرر الصدفة ديما نكرروها، 3 أعمدة بلفة، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان. يعني هذا هو الحساب تاع الصدفة تاعنا، 3 أعمدة بلفة سلسلة 3 أعمدة بلفة، وتتكرر الصدفة هذه حتى نكملوا كامل القطعة تاعنا. شوفوا معايا الآن هنا كيفاش راح نخدم، راح نخدم 3 سلاسل هكذا، نروح ل 3 سلاسل هذو مباشرة ندير فيها غرزة حشو. الآن نخدم 5، 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، نروح للثلاث سلاسل هذو ندير فيها غرزة حشو. الآن نخدم 3، 1 2 3، نلف الخيط تاعي نروح لداخل الصدفة ندير كذلك 3 أعمدة بلفة هكذا، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان. قلنا الصدفة دائما تتكرر هكذا. شوفوا الشكل معايا تاعي. الآن هنا نبداو نوسعوا في الصدفية القطعة تاعنا من في الوسط، يعني نبداو نديروا الآن الخمس سلاسل. الآن واش راح نديروا؟ كاين طريقة أخرى كذلك، أنا اللي ما يحبوش يديروا الثلاث سلاسل هذو تاع الارتفاع راح نوريها لكم فقط، من بعد نرجع للعمل تاعي. اللي ما يحبش يدير 3 سلاسل هذو تاع الارتفاع يدير سلسلة واحدة، يقلب العمل ويدخل فوق كل عمود يدير منزلقة هكذا، العمود الثاني كذلك منزلقة، العمود الثالث كذلك منزلقة، حتى يوصل لداخل الفراغ تاع الصدفة يدير كذلك منزلقة. من بعد يرتفع بثلاث سلاسل هكذا ويخدم داخل الصدفة صدفة متكونة من 3 سلاسل 3 أعمدة بلفة سلسلة 3 أعمدة بلفة. هذه اللي ما يحبش يدير هذه السلاسل تاع الارتفاع. قلت لكم كاينه الطريقه هذه تاع تمشوا بمنزلقه من المكان هذا حتى لهنا، من بعد تبداو تخدموا الصدفه تاعكم وتكرروا العمل تاعكم، كل مره ديروا منزلقه باش ما ديروش هاد 3 سلاسل. انا راح نديرهم، يعني وريت لكم الطريقه الثانيه فقط، يعني اللي يحب يديرها. نعاود نحل العمل تاعي هكذا. الان انا نرتفع بثلاث سلاسل، نقلب العمل تاعي، نروح لداخل فراغ الصدفة مباشرة ونخدم صدفة متكونة من 3 أعمدة بلفة هكذا، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان هكذا. الآن نخدم 3 سلاسل هكذا، نروح للثلاث السلاسل هذو وندير غرزة حشو، نخدم 1 نزيد 2 3 4 5، نروح للخمس سلاسل كذلك ندير فيهم غرزة حشو، نزيد نخدم 5 1 2 3 4 5، نروح للثلاث سلاسل هذو ونزيد ندير غرزة حشو هكذا. الآن نخدم 3 سلاسل 1 2 3، نلف الخيط تاعي نروح لداخل الصدفة ونخدم 3 أعمدة بلفة 3 سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان، سلسلة واحدة ونزيد 3 أعمدة بلفة هكذا. نزيد كذلك نرتفع بثلاث سلاسل، نقلب العمل تاعي، نلف الخيط على الكروشيه نروح لداخل فراغ الصدفة، نزيد نخدم كذلك صدفة متكونة من 3 أعمدة بلفة، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان هكذا. من بعد نديرو 3 سلاسل، نروح للثلاث سلاسل
ندير فوقهم غرزة حشو. الآن نخدم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، نروح ل5 سلاسل ندير فيهم غرزة حشو، نزيد نخدم 5 2 3 4 5، نروح ل5 سلاسل ندير فيهم غرزة حشو، نزيد نخدم كذلك 5 سلاسل 2 3 4 5، نروح ل3 سلاسل وندير فيهم غرزة حشو. الآن نخدم 3 سلاسل هكذا، نروح لداخل الصدفة ندير 3 أعمدة بلفة داخل فراغ الصدفة، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان. الآن العمل تاعنا راح يبدأ هكذا، راح يكمل هكذا، يعني تكرار، نكرروا الصدفة دائما نخدموا فيها 3 أعمدة بلفة، سلسلة 3 أعمدة بلفة. أما في الوسط شوفوا معايا الشكل تاعي، هاوليك راح نشرح لكم هنا فوق العمل تاعنا، يعني باش تكون واضح العمل تاعنا. شوفوا هنا معايا، هنا قلت لكم في الصدفة دائما نخدم 3 في الفراغ تاع الصدفة، هنا نخدم 3 أعمدة بلفة، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة في نفس المكان. من بعد نخدموا 3 أعمدة. هنا شوفوا معايا في البداية من الصدفة هذه حتى لهنا دائما هنا نديروا 3 سلاسل، ومنا كذلك 3 سلاسل، يعني الجانبين هذو شوفوا معايا الجانبين هذو اللي يكملوا يطلعوا دائما مع الصدفة ديما نديروا فيهم 3 غرز فقط. أما في الوسط نديروا 5 سلاسل، ويبدأ يكمل العمل تاعنا هكذا يتكرر حتى توصلوا للطول العرض المطلوب تاع البوندانا اللي راح نديروها، يعني ديروها صغيره ولا كبيره، يعني مقاس كبير ولا مقاس صغير. قلت لكم الصدفه متكون، نعاود نكرر لكم يعني باش تفهموا اكثر خصوصا للمبتدئات. الصدفه داخلها ندير 3 أعمدة بلفة، سلسلة واحدة 3 أعمدة بلفة، من بعد نديروا 3 سلاسل، نديروا غرزة حشو هنا في 3 سلاسل هذو، من بعد نخدم 5 سلاسل ندير هنا في المكان هذا غرزة حشو، من بعد 5 سلاسل غرزة حشو، بعد 5 سلاسل غرزة حشو، بعد 5 سلاسل غرزة حشو في ال3 سلاسل هذو، من بعد نزيدوا 3 سلاسل ونروحوا للصدفة هذه نديروا فيها 3 أعمدة بلفة، سلسلة 3 أعمدة بلفة، من بعد نرتفع ب3 سلاسل ونقلب العمل تاعي ونكرر العملية قلنا حتى نوصلوا العرض المطلوب تاع البوندانا. العرض هنا يختلف، يعني كل وحده والراس تاعها كل وحده، يعني كاين اللي الراس تاعهم كبير الله يبارك وكاين اللي متوسط. المقاسات هي تاع البوندانا، يعني بزاف تساؤلات جاوني على المقاسات. المقاسات عرض البوندانا يكون من تقدري ديري 48 سنتيمتر 50 سنتيمتر، والمقاس الكبير كامل تقدري توصلي حتى ل 52 سنتيمتر. كي توصلي للمقاس هذاك تاع البوندانا تاعك تحبسي، ما تحوسيليش على الطول كي توصلي للمقاس هذاك تحبسي، لانك لو كان راح تزيدي راح تجيك كبيره بزاف على الراس تاعك. انا الطول ما يهمنيش في البوندانا، يهمني العرض تاعها فقط، لان كي يجيك على دوران الراس تاعك خلاص تحبسي، لان البوندانا راهي تجي فوق الراس فقط، مش راح تجيك تغطي لك كامل الراس تاعك، يعني تجي هابطه شويه فقط وراء الراس. هذا مكان المهم يهمنا احنا العرض تاعها. العرض هذا هما المقاسات اللي نحتاجهم. اما بالنسبه للخيط نرجع للخيط كذلك نزيد نوضحها للمتابعين وكذلك اللي اول مره يزوروا قناتي نقول لهم مرحبا بكم. الخيط انا خدمت هنا بخيط ازور، تقدر تخدمي باي خيط قطن، يعني المهم يكون النوع تاعو قطن ويكون خفيف ورطب، ثاني رطب ما يكونش حرش، يعني اختاري النوع المليح. رقم الخيط تلقايه مكتوب فيه رقم 5. كاين كوبات صغيره كاين كوبات كبيره، يعني كاين فازور كذلك، كاين عده اسامي في انواع الخيوط هذه. كاين كذلك انواع الخيوط التركيه، يعني تقدري تستعمليها اذا حبيتي، وكذلك تقدري تستعملي الخيوط المحليه. انا نكمل الان العمل تاعي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا فقط، واي استفسار خلوه لي في التعليقات، ان شاء الله راح نجاوبكم او تواصلوا معي عبر صفحاتي الفيسبوك تيك توك والانستغرام. الان انا واش راح ندير، راح نكمل العمل تاعي حتى نوصل للمقاس المطلوب، يعني عرض البوندانا، من بعد نرجع لكم ونشوفوا كيفاش نكملوا العمل. خدمت حتى وصلت للمقاس المطلوب. شوفوا هنا معايا الشكل تاع البوندانا كيفاش جا، راح نقيس لكم فقط العرض تاعها شحال عندي من سنتيمتر هكذا. هايلك 48 سنتيمتر، هاك 48 سنتيمتر. هنا عرض البوندانا تقدروا ديروا 48، تقدروا ديروا 50 او 52 سنتيمتر على حسب يعني حجم الراس، وكذلك العرض اللي كنتم حبيتوا ديروا. واش راح ندير، راح نرتفع بسلسله نقلب العمل تاعي
راح نروح بمنزلقة حتى نوصل للفراغ هذا. راح ندخل في الغرزة الأولى ندير منزلقة، العمود الثاني كذلك منزلقة، العمود الثالث كذلك منزلقة. الآن وصلنا لهنا لعند الفراغ، راح ندير كذلك منزلقة ونبدأ نخدم العمل تاعي. الآن واش راح ندير؟ راح ندير سلاسل. السلاسل هذو هما السلاسل اللي راح نربطوا بهم البوندانة تاعنا. راح نرتفع بسلاسل، هنا السلاسل اختياري، كل وحده شحال تحب دير الطول تاع الحزام اللي تربط به البوندانة تاعها. انا نخدم هنا عدة سلاسل، من بعد نرجع لكم نشوفوا كيفاش نكملوا. السلاسل تاعي هاهم ليك الطول، نتوما الطول قلت لكم اختياري. هنا قبل ما نبدا نخدم في السلاسل راح نديروا لها التزيين فقط هنا لبدايه العمل تاعنا. يعني هنا اختياري، حبيتوا ديروها حبيتوا ما ديروش. انا التزيين هذا راح نديرو في نفس الوقت، راح نزين به الجزء هذا اللي منا كامل. هنا واش راح ندير؟ راح نلف الخيط على الكروشيه، نحسب 1 2، في الثالثه ندخل وندير عمود بلفه هكذا، لكن ما نكملش نسحب، نزيد ندير العمود الثاني هكذا، العمود الثالث كامل ما نسحبش، نخليهم كامل على الكروشي. العمود الثالث، العمود الرابع، ونزيد العمود الخامس هكذا، ونزيد العمود السادس، يعني باش تجينا شويه الكره تاعنا كبيره هكذا بهذه الطريقه. شوفوا الشكل معايا، بقاو لي كامل على الكروشي، من بعد نسحب ونخرج منهم كامل. ندير غرزه سلسله، نزيد نرتفع بثلاث سلاسل هكذا، نلف الخيط على الكروشيه، نزيد نروح لهنا للفراغ هذا بالسلسله اللي غلقت بها كامل الاعمده هذو، وندير فيها كذلك 3 اعمده بلفه، لكن ما نكملش نسحب، نخلي الاعمده تاعي كامل على الكروشيه من بعد، ونسحب الخيط تاعي هكذا. شحال درت؟ 4 5 والعمود السادس هكذا. نسحب الان ونخرج منهم كاملين، نغلق عليهم بسلسله. تحصلنا على هذا الشكل. الان شوفوا معايا، راح نطوي العمل تاعي على 2 هكذا، نروح للغرزه الاولى اللي درت فيها الاعمده الاولين، ونسحب الخيط تاعي وندير منزلقه. تحصلنا على هذا الشكل، هاي كره صغيره. شوفوا الشكل معايا، ها الشكل تاعنا نتحصلوا على هذا الشكل، يعني نديروها في المكان هذا. انا راح نزيد نخدم كذلك وحده، هاوليك راح نرتفع كذلك بثلاث سلاسل، نديرو 2، نلف الخيط على الكروشيه، نروح للمكان هذا نفسه ونخدم فيه بنفس الطريقه. ندير العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث، ونزيد العمود الرابع، العمود الخامس، قلنا ما نكملوش نسحبوه، والعمود السادس هكذا. نسحب نخرج كامل من الاعمده تاعي، ندير غرزه، نديرو غرزه نغلق بها كامل الاعمده تاعي، من بعد نزيد نرتفع بثلاث سلاسل، نروح لهنا للغرزه اللي غلقت بها الاعمده هذو السابقه، ونزيد ندير فيها 6 اعمده بلفه، لكن ما نكملش نسحب هكذا. 3 4 5 6 بهذه الطريقه. نسحب نخرج كامل منهم ونغلق عليهم بسلسله. نطوي العمل تاعي على 2، نروح نرجع للغرزه هذه اللي درت فيها الاعمده، نسحب وندير منزلقه. تحصلنا على هذا الشكل. هنا تحبوا ديروا 3، يعني 3 كرات هنا في نفس الشيء، او تحب ندير 2 فقط، يعني تكفيني ما نزيدش. الان راح نبدا نخدم الان في السلاسل تاعي هكذا. راح ندخل في السلاسل تاعي كاملين وندير غرز الحشو هكذا، يعني في كل سلسلة ندخل فيها وندير غرزة حشو حتى نكمل كامل السلاسل اللي عندي، كامل السلاسل توعي بغرزة الحشو. شوفوا الشكل معنا كيفاش جا، ما شاء الله. هذا هو الرباط اللي رايحين نديروه. الان واش راح نديرو؟ راح الان نخدموا الجزء هذا اللي يجي فوق الشعر، هذه الحافة هذه راح نخدموها بغرز الحشو. شوفوا هنا معايا الان، هنا في السلسلة الأخيرة راح ندخل هنا داخل بين داخل الفراغ هذا تاع الصدفة، وندير كذلك غرزة حشو. الآن نخدم فوق الأعمدة هذو كذلك غرز الحشو هكذا. هنا نروح المكان هذا كنا نديرو فيه 3 سلاسل، نديرو فيه 3 غرز الحشو. هنا حبيتو تخدموها بغرز الحشو، حبيتو تخدموها بغرزة نصف عمود. شوفوا هنا السلسلة تاعي كيفاش جات، الرباط تاعي كيفاش جاي، يعني ما شاء الله. الآن نروحوا للمكان هذا تاع 5 سلاسل ونديرو فيه كذلك غرز الحشو هكا. 2 3 4 والغرزة الخامسة. ما نخدموش فوق هذه غرزة الحشو، ونروح مباشرة للفراغ هذا نزيد ندير فيه كذلك 5 غرز الحشو هكا. ثانية
ثالثة، 4، 5. نتحصلوا على هذا الشكل. شوفوا معايا الشكل تاعي، شوفوا كذلك الرباط. انا الان هنا واش راح ندير؟ راح نكمل نخدم كامل في الحلقات هذو غرز الحشو. ندخل في كل حلقة من الحلقات هذو وندير فيها 5 غرز الحشو حتى نوصل لهنا عند الصدفة هذه الأخيرة. ندخل لهنا في الوسط تاعها وندير سلاسل كما درتهم هنا. كما درت السلاسل هذو انا هنا درت 80 سلسله. نتوما على حسب الطول اللي راكم حابين ديروه، يعني ديروا المقاس. المهم تشفاو فقط على السلاسل اللي درتوهم منا باش ديروهم من الجهه هذه نفس العدد باش يجوا يعني نفس المقاس. انا الان كي نوصل للمكان هذا نخدم سلاسل يعني 80 سلسله. من بعد نخدم الكرات هذو كما خدمناها كما خدمتها الان معكم مع بعض، ونعاود ندور كامل على السلاسل توعي بغرز الحشو كامل حتى نكمل الجهه الثانيه. انا نروح نكمل نخدمها، من بعد نرجع لكم ونشوفوا كيفاش نديروا التزيين للجزء هذا اللي منها. دورت كامل على القطعه تاعي بغرز الحشو. شوفوا الشكل تاعها كيفاش جا ما شاء الله. وكذلك زدت كملت انا خدمت الرباط الثاني بنفس الطريقه كما خدمت الرباط الاول. هذا هو الشكل تاعهم. شوفوا معايا الان واش راح نديروا؟ راح نبداو نديروا التزيين للحافه تاع البوندانا من كلتا الجهتين، يعني نبداو من الجهه هذه ومن بعد نزيدوا الجهه الثانيه. شوفوا معايا الطريقه كيفاش راح نديروا، يعني سهله بسيطه. انا كملت السلاسل تاعي الان راح ندخل داخل الصدفه هنا في الفراغ، ندير كذلك غرزة حشو، نروح للعمود اللي بعدها كذلك غرزة حشو، العمود اللي بعدها كذلك غرزة حشو، ندخل في هذه. شوفوا هنا هذه اللي كنا نديروا بها الارتفاع 3 سلاسل بين الصدفات، راح ندخل فيها ندير غرزة حشو هكذا. نرتفع الآن ب8 سلاسل. شحال خدمت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 هكذا. الآن نزيد نرتفع كذلك ب3 سلاسل، نلف الخيط على الكروشيه نحسب 1 2 3. في الرابعة ندخل فيها وندير عمود بلفة، لكن ما نكملش نسحب. نزيد العمود الثاني، نزيد العمود الثالث في نفس المكان، قلنا ما نكملش نسحب. العمود الرابع، العمود الخامس، والعمود السادس هكذا. بهذه الطريقة نسحب نخرج منهم كاملين ونغلق عليهم بسلسلة. نتحصلوا على هذا الشكل. الآن نزيد نرتفع ب3 سلاسل هكذا، نلف الخيط على الكروشي، نروح لهنا للسلسلة هذه اللي كنت غلقت بها الأعمدة هذو تاعي، ندخل فيها وندير كذلك 6 أعمدة بلفة، لكن ما نكملش نخرج من الأعمدة. كل مرة نخلي العمود تاعي على الكروشي. العمود الثاني، العمود الثالث، نزيد العمود الرابع، ونزيد العمود الخامس، ونزيد العمود السادس هكذا. بهذه الطريقة نسحب نخرج منهم كاملين هكذا ونغلق عليهم بسلسلة واحدة. شوفوا هنا العمل تاعي كيفاش جا، تحصلت على هذا الشكل. الآن راح نطوي العمل تاعي على 2، ندخل في الغرزة الأولى اللي كنت درت فيها 6 أعمدة في البداية، ندخل فيها نسحب الخيط وندير منزلقة. تحصلنا على هذا الشكل على الكرة هذه. شوفوا الشكل معايا هاوليك، يعني كما اللي خدمناها هنا اللي درنا بها التزيين راح نديروا بها، قلت لكم نديروا بها التزيين من الأطراف. الآن واش راح ندير؟ راح نخدم 8 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا شوفوا معايا، هنا حبيتوا تبعدوا بين الوحدات. كي تكملوا 8 سلاسل تروحوا مباشرة عند هذه اللي بعدها وديروا غرزة حشو هكذا، يعني يجوا متباعدين هكذا، يجوا على هذا الشكل. شوفوا معايا يجوا متباعدين. انا مش راح ما حبيتش نديرهم متباعدين، حبيت ندير كل وحده في الصدفه تاعها. يعني واش راح ندير؟ راح نرجع لهنا للصدفه تاعي وين كنت بديت العمل تاعي وندير غرزه حشو، نتحصل على هذا الشكل. يعني درتها في نفس المكان. هاوليك تحصلت على هذا الشيء، درتها في نفس المكان. قلت لكم انتم حبيتوا تبعدوا بيناتهم مباشره السلسله هذه تغلقوها في المكان هذا، حبيتوا ديروهم متقاربين كما درت انا كل وحده ديروا لها وحده، يعني هذا اختياري. الان واش راح ندير؟ راح نخدم سلسلتين هكذا، نروح مباشره لهذه ندير غرزه حشو هكذا. نرتفع الان كذلك ب8 سلاسل. راح نكرر كيفاش خدمت هذه، راح نعاودها معكم باش تفهموا اكثر. 4 5 6 7 8. الان نزيد نخدم 3 سلاسل، نلف الخيط على الكروشي نحسب 1 2 3. في الرابعة ندخل فيها وندير عمود بلفة، لكن ما نكملش نسحب. نزيد العمود الثاني، نزيد العمود الثالث، العمود الرابع،
ونزيد العمود الخامس وكذلك العمود السادس. بهذه الطريقة نسحب الخيط نخرج منهم كاملين ونغلق عليهم بسلسلة واحدة. نزيد الآن نرتفع بثلاث سلاسل. راح نكرر العمل تاعي، راح ندخل هنا في السلسلة اللي كنت غلقت بها الأعمدة هذو توعي وندير 6 أعمدة بلفة، لكن ما نسحبش الخيط كل مرة، نخلي العمود يعني على الكروشي حتى نخدم 6 أعمدة. أنا الآن خدمت 4 5 والعمود السادس هكذا. نسحب نخرج منهم كاملين، من بعد نغلق عليهم بسلسلة. نطوي العمل تاعي على 2 هكذا. نروح للسلسلة اللي بديت منها اللي درت فيها 6 أعمدة في البداية، نسحب وندير منزلقة. هاي اللي تحصلنا على الكرة الثانية. الآن نخدم 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. الآن نروح للمكان هذا وين كنت درت فيه غرزة حشو وندير فيه كذلك غرزة حشو. شوفوا الشكل معايا كيفاش جا، هاوليك هذا هو الشكل تاعي. الان واش راح ندير؟ انا نكمل نخدم كامل في الاماكن هذو تاع السلاسل اللي كنت ارتفعت منهم، كل وحده ندخل فيها وندير وحده كيما هذه اللي شرحتها لكم الان حتى نوصل لهنا عند بدايه العمل تاعي، يعني هنا عند الزاويه هذه تاع البوندانه هنا، ومن بعد نرجع لكم نشوفوا كيفاش نكملوا في المكان هذا. كملت كامل الجزء هذا، الجهه هذه كامل دورت عليها. شوفوا الشكل معنا كيفاش جا ما شاء الله. انا الان هنا وصلت عند الزاويه هذه تاع البوندانه. شوفوا معايا كيفاش راح نخدم فيها، يعني باش يجينا تجينا مدوره هكذا يعني منا باش يجي الشكل تاعها جميل. انا راني كملت هنا العمل تاعي، راح ندير سلسلتين. شوفوا هنا معايا نروح للعمود هذا اللي كنا درنا فيه أعمدة كي بدينا العمل تاعنا، ندخل فيه ندير غرزة حشو. نخدم الآن الغرزة تاعي، نرتفع ب8 سلاسل، 3 4 5 6 7 8. نزيد 3 سلاسل هكذا، نلف الخيط على الكروشي، نحسب 1 2 3. في الرابعة ندخل وندير 6 أعمدة، لكن ما نكملش نسحب يعني كيما خدمتها معاكم. راح نعاود هنا الطريقة 3 4 5 6. نسحب نخرج كامل منهم ونغلق عليهم بسلسلة واحدة. الآن نزيد نرتفع بثلاث سلاسل هكذا، نروح للسلسلة اللي كنت غلقت بها الأعمدة توعي وندير فيها كذلك 6 أعمدة بلفة، لكن ما نكملش نخرج من الأعمدة، دائما نخليهم كامل على الكروشي حتى نكمل 6. خدمت 5 وهذا العمود السادس. نسحب نخرج منهم كاملين ونغلق عليهم بسلسلة. نرجع لهنا للسلسلة اللي كنت درت فيها 6 أعمدة في السابق وندير منزلقة هكذا، يعني تشكلت لي الكرة تاعي. الآن نخدم 8 سلاسل، 3 4 5 6 7 8. الآن نرجع للمكان هذا اللي كنت درت فيه غرزة حشو وندير فيه غرزة حشو، سلسلتين كذلك. الآن شوفوا معايا راح نروح لهنا للدائرة السحرية اللي كنت درتها وغلقت يعني وغلقتها، ندخل فيها ندير فيها كذلك غرزة حشو هكذا. نرتفع ب8 سلاسل، 3 4 5 6 7 8. نزيد 3 سلاسل هكذا. الآن نحسب 1 2 3. في الرابعة ندخل وندير 6 أعمدة بلفة، لكن ما نسحبش الخيط حتى نكمل نخدم كامل 6 أعمدة تاعي. 3 4 5 والعمود السادس. الآن نسحب ونخرج منهم كاملين ونغلق عليهم بالسلسلة. الآن نرتفع بثلاث سلاسل هكذا، نلف الخيط على الكروشيه، نرجع للسلسلة اللي كنت غلقت بها 6 سلاسل 6 أعمدة عفوا، وندير فيها 6 أعمدة بلفة، لكن ما نسحبش الخيط على العمود حتى نكمل 6 أعمدة. 5 والعمود السادس. نسحب نخرج منهم كاملين ونغلق بسلسلة. نرجع لهنا للسلسلة تاعي الأولى وندير منزلقة. نخدم 8 سلاسل، 3 4 5 6 7 8. هنا الطول تاع السلسلة اختياري، حبيتو ديروا 6 حبيتو ديروا 8، يعني شحال حبيتو الطول تاعها. نرجع لنفس المكان يعني للدائرة السحرية اللي كنت درتها هنا وغلقت وندير غرزة حشو يتشكل لي هكذا الشكل تاعي. الآن هنا نزيد سلسلتين، نزيد لي نروح للعمود هذا اللي قدامها مباشرة هذا ونزيد ندير فيه بنفس الطريقة هكذا. ندير غرزة حشو أولا، من بعد نرتفع ب8 سلاسل، 4 5 6 7 6 7 8
هكذا. من بعد نزيد 3 سلاسل، نحسب 1 2 3 في الرابعة، نلف الخيط على الكروشي في الرابعة، ندخل وندير فيها 6 أعمدة بلفة، لكن ما نكملش نسحب. هكذا العمود شحال خدمت؟ 4 5 والعمود السادس بهذه الطريقة. شوفوا معايا الآن نسحب نخرج منهم كاملين، نغلق بسلسلة واحدة. الآن نزيد نرتفع ب 3 سلاسل هكذا، نرجع هنا للشكل هذا تاعي، للسلسلة تاعي عفوا، هذيك اللي كنت درتها غلقت بها 6 أعمدة، وندير فيها 6 أعمدة كذلك بلفة، لكن ما نكملش نسحب الأعمدة تاعي حتى نكمل 6. 4 5 6 هكذا بهذه الطريقة. نسحب نخرج منهم كاملين وندير سلسلة، نرجع للسلسلة تاعي هذه الأولى، ندخل فيها نسحب الخيط وندير منزلقة، نخدم 8 سلاسل، 3 4 5 6 7 8، نرجع لنفس المكان وندير غرزة حشو هكذا بهذه الطريقة. نرتفع بسلسلتين. الآن راح نبدأ نخدم الجزء هذا اللي منا، يعني الجزء هذا كامل راح نزيدو نخدموه، ندخلوا في السلاسل هذو تاع الارتفاع وندير غرزة حشو ونخدم بنفس الطريقة اللي خدمتها كامل. انا شوفوا هنا حبيت نوضح لكم فقط الزاوية تاعي. هنا شوفوا كيفاش خدمت فيها، درت فيها 3 وحدات من هذو، شو 3 كرات. هاوليك شوفوا الشكل معنا كيفاش جا، ما شاء الله. هاوليك الشكل تاعي كيفاش جا، ما شاء الله. انا الان نكمل الجزء هذا كامل بنفس الطريقه كما درت الجزء هذا، من بعد نرجع لكم نشوفوا كيفاش نكملوا. هاوليك شوفوا معايا كيفاش زينتو كامل بهذه الغرزه الجميله. هاوليك الشكل معايا. الان واش راح نديرو؟ راح نغلق هنا بغرزه حشو. انا كملت الاخيره هايليك، راح نغلق هنا بغرزه حشو، راح ندخل هنا داخل هذا الفراغ تاع الصدفه وندير غرزه حشو، ندخل هنا في المكان هذا كذلك تاع الرباط هذا تاعي وندير منزلقه. الان راح نقطع الخيط، كملت العمل تاعي هكذا، نسحب الخيط خلاص كملنا. شوفوا الشكل معنا كيفاش جا، ما شاء الله. يعني تزيين بسيط وسهل، و يعني تقدروا تخدموه بكل سهوله. هنا قلت لكم اذا حبيتوا نتوما تبعدوا بينهم، يعني نوريت لكم الطريقه كيفاش تخدموها. الان واش راح نديروا؟ نخدموا هذه الورده، شوفوا الشكل تاعها بسيطه وسهله مع الاوراق تاعها، راح نخدمها باش نزينوا بها البوندانه. انا خيطت لها الخيوط هذه طويله يعني باش نكمل نثبتها بهم في البوندانه. راح ندير دائره سحريه اولا هكذا، نسحب الخيط تاعي وندير غرزه هكذا، نسحب شويه الخيط. الان واش راح ندير؟ نرتفع بسلسله واحده فقط. الان راح ندخل داخل الدائره وندير 10 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هكذا. نسحب الخيط تاعي باش نغلق الدائرة هكذا، ونغلق في أول سلسلة تاع الارتفاع اللي كنا درناها. راح ندخل فقط، ندخل في الغرزة تاعي هاهي ونسحب وندير منزلقة هكذا، نسحب الخيط تاعي وندير منزلقة. الآن نكمل أنا نزير هذا هكذا باش نغلق الدائرة تاعي جيدا بهذه الطريقة. الآن واش راح ندير؟ راح نروح مباشرة للغرزة الأولى، نزيد ندير فيها منزلقة هكذا. الآن نرتفع ب7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. في نفس المكان اللي ارتفعت منه ندير غرزة حشو هكذا. نروح الغرزة اللي بعدها ندير غرزة حشو، نروح الغرزة اللي بعدها كذلك غرزة حشو. الآن نزيد نرتفع ب7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. في نفس المكان نزيد ندير غرزة حشو، في نفس المكان تاع السلسلة اللي ارتفعنا منها ب7 سلاسل نزيد ندير غرزة حشو هكذا. نزيد نروح الغرزة اللي بعدها ندير غرزة حشو.
الغرزة اللي بعدها كذلك غرزة حشو. هنا شوفوا معايا بين هاد السبع سلاسل وهاد السبع سلاسل نخليو غرزة حشو واحدة فقط. الآن هنا واش راح ندير؟ راح نرتفع بسبع سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. الآن في نفس المكان كذلك ندير غرزة حشو هكذا، غرزة حشو. شوفوا هنا معايا أنا الخيط هذا راح راني نخفي فيه معايا وانا راني نخدم. نزيد الغرزة اللي بعدها ندير غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها كذلك غرزة حشو. الآن نزيد نرتفع كذلك بسبع سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 هكذا. في نفس المكان نزيد ندير غرزة حشو هكذا. الغرزة اللي بعدها كذلك غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها كذلك غرزة حشو هكذا. نرتفع الآن بسبع سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. في نفس المكان نزيد غرزة حشو هكذا. راح نحسب أنا الآن شحال خدمت، 1 2 3 4 5. تحصلنا على 5 وحدات. غرزة حشو في السلسلة اللي بعدها نروح للسلسلة اللي قدامها مباشرة، يعني اللي ارتفعنا منها باش درنا السبع سلاسل، وندير منزلقة. نتحصلوا على هذا الشكل. هنا حبيتوا تزيدوا عدد من هذو، يعني ديروا 7 من الوحدات هذو، 6 عفوا. حبيتوا تكبروها ديروا 6. هنا في الدائرة كي تبداو في السلاسل تاعكم ديروا 12 غرزة حشو، يجوكم 6 وحدات من هذه. كل ما كبرتوا كل ما تزيدوا سلسلتين، كل ما تكبروا كل ما تزيدوا سلسلتين، يعني يتضاعف عندكم العدد وتكبر الوردة تاعكم. أنا الآن هنا واش راح ندير؟ غلقت بمنزلقة. شوفوا معايا راح نروح مباشرة داخل فراغ تاع السلسلة السبع سلاسل هذو، ونخدم في السلاسل هذو غرز الحشو. نخدم 12 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة حشو داخل الفراغ هذاك تاع 7 سلاسل. الآن شوفوا معايا هنا مباشرة في الغرزة اللي كنا خليناها تفصل بين هذه وهذه نديروا فيها، ندخل فيها وندير منزلقة هكذا بهذه الطريقة. نزيد نروح كذلك داخل الفراغ الثاني تاع 7 سلاسل هذو ونزيد نخدم فيه 12 غرزة حشو، ونكمل هكذا مع كامل الوحدات هذو اللي عندي، يعني كامل من هذا البيتيلات هذو اللي عندي هنا ندير فيهم داخلهم 12 غرزة حشو كيما درتها في هذه. انا نكمل كامل نخدمهم ونرجع لكم. خدمت كامل الوحدات تاعي هم ليك بغرز الحشو، عمرتهم كامل داخل ب 12 غرزة حشو. الان واش راح نديروا؟ الان راح نخدموا هذه الاوراق اللي راكم تشوفوا هنا، طريقه سهله كذلك وبسيطه، تبعوا فقط معايا. الان واش راح ندير؟ راح نخدم 12 غرزه 12 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. شوفوا هنا معايا، تبعوا معايا فقط الطريقه. راح نخلي الغرزه هذه الاولى، نروح للغرزه الثانيه، نسحب بالخيط فقط ونخليها على الكروشي، ما نكملش، نخرجه. نزيد الغرزه اللي بعدها كذلك الغرزه الثانيه، نزيد الغرزه الثالثه، نزيد الغرزه الرابعه، الغرزه الخامسه، الغرزه السادسه، والغرزه السابعه. شوفوا هنا معايا درتهم كاملين على الكروشي. الان دوك نبدا نخدم فيهم. شوفوا معايا راح نخرج من غرزتين هكذا، شوفوا معايا، نزيد كذلك نخرج من غرزتين هكذا، ونزيد نخرج من غرزتين، ونزيد نخرج من غرزتين، ونزيد نخرج من غرزتين، ونزيد من غرزتين. نتحصلوا على هذا الشكل. شوفوا معايا الشكل تاعي. الآن نرتفع بسلسلتين، نقلب العمل تاعي، نروح نخدم الآن في الجهة المقابلة تاع السلاسل. راح ندخل في هذه الغرزة الأولى ما نخدمش فيها، نروح اللي بعدها، ندير الغرزة الأولى، نزيد الغرزة الثانية، نزيد الغرزة الثالثة، الغرزة الرابعة، الغرزة الخامسة، الغرزة السادسة، والغرزة السابعة هكذا. الآن نسحب الخيط تاعي ونخرج هكذا من غرزتين، ونزيد نخرج من غرزتين، ونزيد نخرج من غرزتين، ونزيد كذلك من غرزتين، حتى نكمل كامل الغرز تاعي هكذا.
بهذه الطريقه. شوفوا هنا الشكل معايا. هاوليك الان نرجع عند السلسله هذه اللي راهي خرجت لي منها هكذا وندير فيها غرزه حشو. شوفوا الشكل الورقه تاعي كيفاش جات ما شاء الله. الان راح نقطع الخيط. كملنا راح نديرو شويه طويل باش نكمل نثبت به العمل تاعي هكذا. الان رانا درنا الورقه الاولى. راح نزيد انا نجيب الخيط تاعي عقده البدايه هكذا. الان شوفوا معايا هنا راح نخلي ورقتين. راح نخلي هنا في البيتيلات هذو راح نخلي الاولى والثانيه. ندخل في الثالثه هكذا بين الغرزتين هذو وندخل فيها وندير غرزه حشو هكذا. الان نرتفع ب 12 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. راح نكرر العمليه. تبعوا معايا باش تفهموا اكثر كيفاش تخدموا الورقه. راح نخلي الغرزه هذه الاولى. راح ندخل في الثانيه نسحب الخيط وما نخرج ما نكملش نحيه. نزيد نروح للثانيه كذلك نسحب الخيط فقط هكذا. 3 4 5 6 والغرزة السابعة. يعني ندير 7 غرز كاملين على الكروشي. شوفوا هنا معايا. الآن نبدأ نسحب الخيط تاعي ونخرج من غرزتين. نزيد نخرج من غرزتين. نزيد نخرج من غرزتين هكذا. ونزيد نخرج من غرزتين ونزيد من غرزتين وهكذا حتى نكمل الغرز تاعي. نتحصلوا على هذا الشكل. شوفوا معايا جيدا. هاولي سلسلتين هكذا. نقلب الورقه تاعي للجهه المقابله. راح نخدم في الجهه المقابله للسلسله. راح نخلي هذه الاولى نروح للثانيه. ندير نسحب الخيط تاعي. 1 2 3 4 5 6 والغرزه السابعه. الان نبدا نخرج من الغرز تاعي. نخرج من غرزتين نسحب الخيط ونخرج من غرزتين. نزيد كذلك من غرزتين ونزيد من غرزتين. قلت لكم حتى نكمل كامل الغرز تاعي. نبدا نخرج بين الغرز تاعي هكذا. يعني واحده بواحده حتى نكملهم. نتحصل على هذا الشكل. الان شوفوا معايا هنا راح نروح لهذه السلسله هذه. هاي شوفوا معي. هذه نسحب الخيط تاعي هكذا. الان نقطع. كملنا العمل تاعنا. هاوليك شوفوا الشكل تاعي كيفاش كملنا العمل تاعنا كيفاش جا ما شاء الله. يعني هذه الورده سهله وبسيطه. قلت لكم انا حبيتوا ديروا 3 حبيتوا ديروا 5. انا ما حبيتش نديرها كبيره بزاف يعني درت فيها 5 فقط. نتوما حبيتوا ديروا فيها 6. تضاعفوا هنا العدد تاعكم. كل ما تحبوا تزيدوا وحده هكذا تزيدوا غرزتين فقط. مثلا حبيتوا ديروا 6 ديروا 12. حبيتوا ديروا 7 ديروا 14. حبيتوا ديروا 8 ديروا 16. كل ما زدتوا العدد تاعكم يعني كل ما تكبر عندكم الورده تاعكم. هذا هو الشكل تاعي. انا الان نروح نزيد نخدم وحده كيما هذه 3 لاني حنزين ب3 ورود. من بعد نرجع لكم نكمل نخيطهم ونحدد البوندانه تاعي. من بعد نرجع لكم ونشوفوا الشكل النهائي. وصلنا الى نهايه الفيديو. هذا هو الشكل البوندانا الاخير. شوفوا الشكل تاعي كيفاش جا ما شاء الله. انا كملت زينته. خيطت الورود هذه يعني حكمتها ما خيطتهاش كامل. حكمتها فقط بهذا الكرات الصغيره يعني يبقى الشكل تاعها. انتم حبيتوا تدوروا عليها كامل بالخيط تدوروا عليها. انا حكمتها فقط في الوسط وكذلك الاوراق حكمت من الفوق فقط هكذا. شوفوا الشكل معايا يعني ما حكمتهمش كامل. نتوما حبيتوا تدوروا عليهم كامل بالابره والخيط خيطوها. هنا اللمسه لمستكم والتزيين تزييدكم. كل وحده كيفاش تحب دير اللمسه تاعها. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا الشرح وكذلك الطريقه وكذلك المعلومات كامل استفدتوا منهم. اي حاجه ما فهمتوهاش اي حاجه تاتكم صعيبه خلوها لي في التعليقات باذن الله راح نجاوب عليها. وكذلك اللي تواصلوا معايا اللي حبت تتواصل معايا مرحبا بها في اي وقت. نتمنى ان شاء الله ما تنسونيش بدعمكم لجمل الفيديو كذلك اشتراك بارطاج تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في مجال الكروشيه وغرز التريكو. انتظروني في الفيديو المقبل بحول الله باشياء جديده كالعاده. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.